جايب لكم خبرين والخبرين من كندا. الأول من جميع الصحف الكندية واللي بيأكد حكم محكمة ضد نرمين عادل ومنشور في جميع المواقع والصحف الرسمية الكندية. أما الخبر الثاني برضو من كندا وهي ظهور نرمين عادل اللي بتأكد نفي الخبر في الفيديو اللي هتشوفوه. مساء الخير يا فريندز، ازيكم عاملين ايه؟ في حد يقول نرمين، حد اسمه ميتو تقريبا، بيقول نرمين وجالها مش عارفه مش هتظهر تاني وجهات عليا. حبيبتي ما فيش حد اعلى منا، احنا الجهات العليا. روح قول للي مشغلينك الفيديو قريب، والله انا بس عامله عمليه في اسناني وده اللي اخرني اليومين دول، وكنت بجهز انا ومحمد علي ان انا هطلع بفيديو الاول وبعدها ب3 ايام هنطلع انا ومحمد علي ومجهزين فضايح. فاي حد يقول لك جهات عليا ولا جهات السياديه، احنا فوقهم. غرامة مالية ايه وقضية يعني؟ ما تخلونيش اصحى على الصبح اشتم، يعني انا ورايا لسه مشاوير الساعة 10 الصبح عندي، ده انا طالعه لك وانت عارف انا لما بستفز ما بسكتش. انا لما بستفز هطلع انت بالرشتهم بفاترك وانت عارف الليلة الباقية. فلم نفسك وابعد عن سكتي بدل بس بقى ايه، ممكن اطلع لك بالفيديو بتاعك اقرب من ميعادنا اللي احنا متفقين عليه انه يطلع. فلم نفسك، ورقك في المحاكم الكنديه. انت تقدر تيجي ترفع عليا انت قضيه وكمان تكسبها؟ انت مش واخد بالك ان انا كنديه يالا؟ انت فاهم انها زي مصر؟ بعدين ما انا طلعت لك يا بعد القضيه اساسا 3 مرات. استنى بس، انا عايزاك تستنى واصبر، وورق القضيه كله هظهره. يلا عشان تتبسط، اهي حاجه من اللي انا طلبتها.